وصفة النهاردة سهلة وسريعة جدا. هنعمل مع بعض صوص الجبنة الرومي، بيكون حلو قوي مع السندوتشات على الفطار او العشاء. مش هياخد وقت خالص. لو اول مرة تنوروني انا رضوى سراج، بس في الاول يا ريت نصلي على الرسول ونشوف المقادير. جبت الطاسة ونزلت بمعلقة كبيرة من الزبدة او السمنة ومعلقة كبيرة من الدقيق، وبدأت ان انا اشوحهم لحد لما ياخدوا اللون الذهبي. وبعد كده هنزل بكوباية ونص من الحليب، بكوباية الشاي العادية. المقدار ده بيكون مظبوط جدا جدا. هبدأ بقى أقلب بالمضرب اليدوي او بسباتيولا المتوفر عندك لحد ما القوام يبدا يتقل معاك. شايفين القوام معايا؟ لا هو تقيل ولا خفيف، انا مش عايزاه يكون تقيل نهائي. وبعد كده هنزل بكوبايه ونص برضو من الجبنه الرومي. حابه تزودي او تقللي شويه زي ما تحبوا، يعني من طن لربع كيلو من الجبنه الرومي. بنبشرها او ممكن نقطعها قطع صغيره بالسكينه، وننزل بيها شويه صغيرين من الملح والفلفل الاسود وشعره بسيطه خالص من اللون الاصفر الغذائي يديني اللون الحلو. وكمان ممكن تستغني عنه، بس هو الحقيقه بيدي لون جميل. قلبي بقى لحد لما يغلي معاكي. وبعد كده هنعمل تكه هتدعولي عليها. طبعا الجبنه الرومي ما بتسحش زي الجبنه الشيدر، فالتكه دي بتفرق جدا. هتنزلي بالصوص بعد لما يغلي على النار في الخلاط، وتدي بقى ضربه كده محترمه. وبعد كده هنشوف القوام عامل ازاي واللون في منتهى الجمال. عاوزه اقول لكم ان انا بحبه جدا الصوص ده عن صوص الجبنه الشيدر، وطبعا انا عملته معاكم على القناه، لو حابينه هسيب لكم اللينك اسفل الفيديو. شايفين بقى القوام واللون تحفه، ناعم جدا جدا. والملوحة بقى اللي في الجبنة الرومي طعمها بيكون خطير في السندوتشات. طبعا احنا ما بنضيفش ملح كتير، شعرة بسيطة خالص من الملح والفلفل الاسود زي ما شفتوا، لان هي اوريدي فيها نسبة ملح كفاية. شايفين؟ ناعم جدا، قوام كريمي، وفي منتهى الجمال. احلى بقى سندوتشات تقدري تاكليها معاه. بيكون حلو قوي تحديدا مع سندوتشات البطاطس المحمرة. وطبعا حمرت شوية بطاطس وجبت الفينو، وبدأت ان انا اضيفه في الساندوتش وتاكلوه بألف هنا. سهل وسريع، خطير على الغداء او على العشاء. هيفتح نفسكم جدا وهتحبوه قوي. كمان مكوناته مش كتير وسهل قوي. لو الوصفة عجبتكم ما تنسوناش في لايك وشير والاشتراك في قناتي على اليوتيوب باسم بخرج وسراب. انتظروني في حلقات جاية كتير.